هل كنت تعرف ان اغلب المشاكل ما بين الايجنسي والكلاينت سببها ان الشغل مش واضح كويس من الاول؟ علشان كده بيتعمل وثيقه من البدايه اسمها SOW Statement of Work. انا اسمي وليد عبد العزيز، اشتغلت لمده 18 سنه في مجال الادفرتايزنج، وبعد كده درست الماركتنج بشكل اكاديمي وحضرت MBA. عندي خبره الشغل مع الايجنسي وعندي خبره الشغل في الكلاينت سايد، وقررت اتكلم واوضح بعض المفاهيم عشان اقرب وجهات النظر من بعضها. ال SOW هو ال Statement of Work، ودي بتبقى عبارة عن وثيقة بتحدد الشغل بالظبط. اهم عناصرها: رقم 1 الديليفرابل، هتسلم ايه؟ فيديو ولا نسخ السوشيال ميديا ولا اعلانات؟ وتاني حاجه هي الريفيجن راوند، كام مره من حق العميل انه يعدي. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان النقطه دي تحديدا لو قدرت تحددها هتمنع وتوفر عليك مشاكل ووقت كبير جدا. ثالث حاجه هي الاي بي اونرشيب، مين بالظبط اللي بيملك الشغل ده. رابع حاجه هي البيمنت مايلستون، مواعيد الدفعات ومواعيد الدفع امتى بالظبط. خامس حاجه وهي بتبقى كانسليشن تيرمز، طبعا لا قدر الله لو المشروع وقف، لكن دي حاجه مهمه جدا ان انت تكون محددها ما بينك وما بين الكلاينت، علشان كل واحد فيكم يكون عارف بالظبط ايه اللي هيتم لو لا قدر الله المشروع توقف. الاس او دبليو هي مش مجرد ورقه قانونيه وخلاص، ده سيستم ما بينك وبين الكلاينت، بيحمي البروجكت وبيحمي الكلاينت وبيحميك انت كمان، وبيخلي الموضوع ماشي بنظام وسهوله. لو حابب اكتب لي في الكومنتات اس او دبليو وانا هبعت لك تمبلت جاهز يساعدك في تنظيم شغلك مع الكلاينت.